السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد نصر في اسيست بيبو. النهارده معانا مباراة منتخب مصر وسيراليون. طبعا خلصت بفوز منتخب مصر 2-0 عن طريق تريزيجيه. مباراة سيئة جدا 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 بالنسبة اللي احنا شفناه في 6-0 مع جيبوتي. طبعا في كده مشاكل كتير يعني قبل الماتش ان في ثلاث لعيبة طلعوا بره المعسكر: حسين الشحات وطارق حامد وامام عاشور. فطبعا يعني حتى لو كانوا موجودين ما يتهيأليش كانوا هيسعفوا حاجة يعني في المباراة دي. التشكيل مش عارف، مش مرتاح له. مش انا بس والله، يعني اي حد. يعني مثلا انت لعبت بمحمد هاني ومحمد حمدي باكات عشان هما بيدافعوا اكتر. طب ازاي انت في الماتش مطيرهم؟ علي جبر مش قادر، مش هقولك يجري، مش قادر يمشي. علي جبر مش قادر يمشي. وبعدين ما اعرفش ايه قصه ان كل المدافعين اللي عندك فوق ال 30، مفيش واحد تحت ال 25. انتوا عارفين ان منتخب سيراليون منتخب مش هيروح كاس العالم، مش هياخد بطوله افريقيا، بس عندهم حوالي 7 لعيبه او 8 لعيبه تحت ال 23. تحت ال 23 تقريبا. ما عندهمش حد فوق ال 30، ولا واحد فوق ال 29. وهو واحد 28 وواحد 26 والباقي تحت ال 25. فاحنا طبعا الشناوي طبعا اسطوره النهارده. الشناوي النهارده زي ما بيغلط وبيديله على دماغه، لا يا جماعه الشناوي كان في المباراه دي اسطوره الصراحه يعني. الشناوي فوق ال 30. علي جبر انا مش عارف 33 34، مش عارف بصراحه. طبعا صلاح فوق ال 30، النني فوق ال 30، مصطفى محمد 25 26 ده اصغر واحد، تريزيجيه 29 ولا 28. لا يعني معدل اعمار كبير. فانت بالتالي البدني بتاعك مش هيبقى كويس. وده يعني شفنا حتى محمد صلاح اللي هو افضل واحد بدني في مصر كلها بقى، لا ماتش صعب عليه برضه. هو مش واخد على الجو ده، جو الحر بزياده ده والرطوبه العاليه دي، لا. فطبعا هو ايه، لو كان معاه حسين الشحات ما كانش هيضيف قوي. طارق حامد كان ممكن يفيد. يعني برضو انت مباراه بره ارضك وعايز تبقى اقوى، تلعب بالنني وزيزو في نص الملعب. وبعدين النهارده المباراه دي كان عامل حاجه في صلاح اللي هو يخليه جنب مصطفى محمد او تحت منه. قليل لما كان بيروح في ناحيه الجناح بتاعته، كان بيخلي زيزو هو اللي يروح. فكان زيزو مطالب منه يبقى جناح ويبقى نص الملعب يدافع ويصنع ويدافع مع محمد هاني. فطبعا كانت الثغره هنا. على فكره الناس بتقول محمد هاني عمل ماتش وحش وي 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 وي. محمد هاني مش هقول لك كسر الدنيا، بس محمد هاني اكتر من هجمه في اتنين وتلاته عليه. وزيزو مش هيرجع، صلاح ما بيرجعش. اللي كان بيستند عليه مين؟ علي جبر. وطبعا علي جبر انتوا فاهمين عايز حد يشيله اصلا. فكان قصه محمد هاني مش هو وحش، لا فنيا كان اي باك رايت، هات احسن باك رايت في العالم على الخطه دي والتوظيف ده كان هيبقى زفت. لا مباراة كانت بصراحة سيئة جدا، مفيش أي يعني، بس هو الجو كده. وبعدين لازم نعرف، طب احنا تمامنا كده، تمامنا لما نطلع نلعب في النهار هيحصل معانا كده. بس في حاجة مهمة، هو أنت يعني بتحارب ليه؟ وعايز إيه؟ عايز تروح كأس العالم عشان إيه؟ عشان تروح هناك تبقى حصلت المجموعة وتروح؟ ما تروحش يا عم، بوس إيدك، ما تروحش. ما هو ده تمامنا يا جماعة. يعني محدش يقول إن احنا هنكسب سيرالون بالعافية. سيرالون ناقصة واحد وعملت عليك ماتش عالمي. والله ماتش عالمي، نديهم حقهم. عندهم الولد باك ليفت دوت، ورقم 7 اللي قدامه، مش فتحوا شارع، ده عملوا بلد، عملوا بلد في الجبهه دي. طبعا الشناوي النهارده لو مش في، يعني لو مش متالق ومش في يومه كنت اتعادلت او خسرت. في بقى حاجه فيكتوريا غريبه. انت في التغييرات تحديدا، احنا كلنا عارفين، هو طبعا لو قلت القصه دي ده غباء من اللعيبه اللي مشيت من المعسكر او ما اتدربتش او سيان. لان هو معروف اي مدرب اجنبي، مش فيكتوريا بس،
لو في ماتشين الوقت بينهم قليل بيلعب بالماتش الاولاني بمجموعه والماتش التاني بمجموعه تانيه. فكان اكيد او مؤكد بنسبه كبيره جدا كان هيلعب بامام عاشور مكان زيزو او نني، مؤكد جدا. كان طارق حامد هيبقى ليه دور مكان حمدي فتحي، او هيلعب مع حمدي فتحي، يعني كان هيريح زيزو والنني وطارق حامد وامام عاشور كان هيبقى ليهم دور. حسين الشحات كان ممكن يبقى ليه دور بديل او اساسي، الله اعلم. بس حسين الشحات انا شايف مستواه ما يقلهوش ان هو يلعب على تريزيجيه او مرموش، وجهه نظر. او زيزو لو لعب جناح، لكن زيزو بالمنظر اللي انا شفته ده لا، زيزو تايه. وزيزو جايه معاه ان انا مظلوم. يعني بص في عينك، بص في عين زيزو وانت هتعرف. زيزو بيبص كده للتغيير، يعني انا بغير ليه؟ لا، انتوا كلكم وحشين، ده انتوا كلكم عايزين تطلعوا ما عدا الشناوي بصراحه. لا، اداء سيء جدا 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 من فيتوريا، وتغييرات وحشه جدا. يعني برضه محمد شريف، انت الماتش اللي فات ملعبه دقيقتين والماتش ده مش عارف 5 دقايق. طب هو اصلا ما كانش موفق الماتش ده، ما كنت تخليه يبدا، او خليه يبدا من اول الشوط الثاني. ما مصطفى محمد ما اضافش. مصطفى محمد الماتش الاولاني وده ما اضافش اي حاجه. مهاجم قوي، مهاجم قوي. في ناتج للقوه دي؟ لا، مفيش اي ناتج. يبقى انا اشوف محمد شريف مش عاجبك سيبه وخد واحد تاني. نزل محمود حماده ومروان عطيه، ماشي يا عم ماشي، بس محمد صلاح كان المفروض يطلع من بدري، من بدري. كنت بقى تشوف بقى تلاعب مصطفى فتحي، كان هيبقى افيد على الاقل، عشان تخلي الجناح يشتغل جناح، يرجع بقى يدافع، وتخلي نص الملعب يتفرغ لنص الملعب. هيروح يسند مع الباك ومع الجناح في حالات معينه، لكن تخلي صلاح ومصطفى محمد قدام في ماتش زي ده بره. انت ادرى يا عم فيتوريا، بس احنا لما بنشوف الغلط وبنقول عليه غلط بنلاقي الناتج مش كويس، سواء اداء وحش او خساره. يعني مثلا مش عشان كسبت انت كويس، لا، لا خالص. الاداء مش كويس خالص. معانا فيديو فيه شويه صور، فتعالوا نبص على بعض السلبيات وبعض الايجابيات. تعالوا نتفرج. بسم الله كده. اول حاله معانا التسديده بتاعت حمدي فتحي. تخيل معايا ده حسني عبد ربه او احمد حسن او محمد شوقي، تخيلت؟ هتتشمع في الجون. في فروق رهيبه بين اللعيبه دلوقتي وزمان. دي هنا لعبه عرضيه من محمد هاني او زيزو تقريبا، راحت لمصطفى محمد. دي لو لعبها بكعبه فرصه هدف كبيره لتريزيجيه. كان تريزيجيه وحمدي فتحي واقفين، لكن هو طمع فيها. بصوا ازاي اتفتحت ازاي. 3 لعيبه بتوع خط الوسط اتضربوا في لعبه واحده. بصوا واقفين ازاي، شطرنج واقف. لعبه واحده اتضربوا، وصلت في الاخر تسديده كانت ممكن تبقى خطيره. وقفت لعيبي منتخب مصر غلط، الوقفه مش مظبوطه. وصلت اهي، يعني لعبه واحده في نص الملعب اتضربت وفي الاخر اتسددت، ومفيش ضغط من المهاجمين او المدافعين. هنا 3 لعيبه واقفين. اول واحد اتلم محمد عبد المنعم، وزيزو واقف ملوش دعوه باي حاجه. يعني محمد عبد المنعم اتلم وبعدين محمد هاني راح، واتلعبت عرضيه برضو. يعني هو ما كانش فيه مهاجم واقف في جوه ال 18، بس ايه، 3 لعيبه واقفين ولعب العرضيه. هنا محمد هاني عدت منه. المفروض علي جبر اللي يعدي من محمد هاني هو يخلص، لكن لا، ده محمد هاني بيشوف ليه واللي علي جبر. عدت اهي، لكن محمد عبد المنعم جاي يغطي على الغلط بتاع علي جبر، وقفت. واحد تاني لو محمد عبد المنعم ما جاش كان استلم وراح على الشناوي انفراد، لكن جريت اهي، جريت محمد عبد المنعم دي خليته يدي ظهره للشناوي. فعلي جبر بطيء جدا 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 جدا. دي برضو هجمة. 3، بصوا 3
على 2. يا جماعه العيب مش في محمد هاني، في 3 اهو، في حاجه غلط هنا. المدرب في حاجه غلط، في 3 اهو على 2. وواحد جه متاخر وعدت برضه. يعني هي برضه عدت وطلعت من قدام المرمى. الكوره كانت يعني خلاص داخله جون. علي جبر تقريبا اللي طلعها. العيب مش في محمد هاني، في مشكله في الحته دي. بيبقى عليه لعيب واتنين وساعات 3 اهو. يعني بصوا حتى بعد الكرة ما اتلعبت في كام واحد واقف، لا في تكثيف من المنافس في الحتة دي. فين انت بقى عملت ايه يا مدرب؟ هنا الهدف، الكرة اتلعبت من زيزو لمحمد صلاح لمصطفى محمد، اللي هي يعني جت في كعبه كده، معرفش صدفة ولا ايه. بس واضح اوي انها كانت قلشة، واضح اوي انها كانت قلشة يعني. لكن تصرف تريزيجيه عظمة، وفي اختلاف رهيب عن قبل كده. حط الكرة في صدره ونزل بيها على الارض، وحط الراجل في ظهره وحطها. لا تريزيجيه اختلف. اهو هنا لما استلم الكرة بصدره ما تولدش منه، لا نزلت تحت كده، حط الراجل في ظهره ونزل بوش رجله على الجون. تريزيجيه اختلف. ما كانش قبل يعني، ما كانش كده قبل كده. اهو ده الكعب اللي قلش من مصطفى محمد. لكن لعبة حلوة. هنا اللعبة اللي محمد عبد المنعم، انا شايفها ضربة جزاء. لو لم وعرضها للراجل اللي جاي رقم 7 ده هيسدد. لكن اتقطعت اهي. الراجل راح تقل على الكورة، ده المفروض ده احسن مدافع عندنا. طبعا لمه، لكن محمد عبد المنعم حط رجله اهي. انا شايفها ضربة جزاء. تخيل بقى 1-1 ولا كانت هتبقى 1-0 ليهم. شوف انت بقى. ماتش صعب جدا كان على المنتخب، ما كانش سهل. هنا اللعبة دي غريبة. 3 لعيبة بتوع نص الملعب والكرة اتلعبت منهم، ولا واحد ضغط عليه عشان ياخد الكرة. والراجل لعبها، المفروض علي جبر ده بتاعك انت اللي ماسكه. لا، هو اسرع. ومحمد هاني اصلا كان جاي متأخر وبعدين وقف. يعني محمد هاني كان ماسك الراجل رقم 7 اللي عندي ده وبعدين وقف. فعلي جابر راح وكمل. اهو واحدة واحدة اهو. علي جابر اتزحلق برضه فيها، ودي اللي جت في العارضة اهو. مش عارف جت في العارضة ولا اتصد، مش عارف دي ولا التانية، بس هي اتحطت قدام الراجل ده. دي يعني ايه تتحط جاتوه. جاتوه. والله العظيم جاتوه. بصوا طلعت بره. هنا تريزيجيه بيديها لحمدي فتحي برضه تسديدة. تخيلوا معايا تاني لو شوقي او حسني عبد ربه او احمد حسن. هنا صلاح، معلش يعني هنتكلم على صلاح، ولا بيضغط ولا زيزو ضغط ولا مصطفى محمد ضغط، وكل دي فاضية. وطبعا قدامهم النني وحمدي فتحي وبعاد جدا عشان تتلعب قدام. ولحسن الحظ الشناوي كان في يومه الماتش ده. الشناوي كان في يومه. لكن بص هما بيلعبوا ازاي بقى. بيحط لك المهاجم بين الباك والمدافع. بص كده. الراجل التاني جرى بين محمد حمدي ومحمد عبد المنعم، واللي بيجري عندي ده بيجري بين محمد هاني وعلي جبر. بصوا هما بيضربوا خطوط الدفاع ازاي، ومع ذلك في واحد وراه برضه. يعني اللي عند محمد هاني ده، بصوا عشان بقول لكم محمد هاني في 2 عليه اهو. طبعا الشناوي طلع لخص القصه خالص. هنا هجمه. صلاح مش في الكادر اصلا، المفروض صلاح يبقى هنا وينطلق. في الحقيقه حته فاضيه كلها اهي. زيزو هيغمزها كده، لكن طبعا صلاح مش موجود، مش في الكادر اصلا. محمد هاني فتح شارع في الحته دي، كان المفروض يلعب له عشان يكثف لعب لحد ما اللعيبه اللي ورا تيجي. لكن طبعا لعب عرضيه عشان تترد من دفاع سيريالون، عشان برضو تلاقي ما فيش صلاح والحته دي فاضيه. ده بقى ولا صلاح ولا زيزو ولا حمدي فتحي ولا النني. مين اللي يقف هنا عشان يسدد؟ مفيش. هنا برضو هجمه من ناحيه اليمين من محمد هاني.
محمد هاني بقى كان جاب اخره خلاص. محمد هاني مش في الكادر اصلا، مش في الكادر اصلا اهو. وعلي جبر بصوا فين ورا خالص ازاي. ايه يا جماعه ده؟ ما هو تقريبا اللي دمر محمد هاني ودمر الدفاع علي جبر. علي جبر عايز حد يغطي له. يعني اللي كان جاي يقابل الراجل محمد عبد المنعم اللي هو بيلعب جنب محمد حمدي، اللي جاي يقابل الراجل ده من الاول محمد عبد المنعم. برضه دي واحده تانية اهي. محمد هاني مش في الكادر اصلا خالص. بصوا كده على محمد هاني مش هتلاقوه اصلا. هتلاقي علي جبر، محمد عبد المنعم، نني. مش هتلاقي محمد هاني اصلا. هو ده الشارع اللي اتعمل. والاغرب من فيتوريا ان هو كان شايف فيه شارع وشايف فيه اتنين وتلاته على محمد هاني وبيقول له اطلع هاجم. طب ازاي؟ دي اللي شالها بقى الشناوي، دي اللي اتشالت. الكرة دي مهمة جدا جدا. بصوا الحارس طالع ازاي. دي يا تريزيجيه من غير ما تبص تغمزها في النص هنا. الجون فاضي، الجون فاضي. من غير ما يبص على حد تتغمز هنا. لازم هيبقى في حد واقف، يا النني يا زيزو يا حمدي فتحي. لكن اختار يلعب الصعب وكان عايز يسدد ودخل واتكعبلت. وراحت هجمة مهمة جدا والله. يعني ده هدف سهل جدا جدا جدا. هنا محمد صلاح لو فايق، محمد صلاح الماتش ده ما كانش موجود. محمد صلاح لو فايق كان شاف تريزيجيه وهو بيجري له كده ومحدش معاه خالص. يعني هدف مستريح. ولو مش هدف هتبقى تسديدة حلوة، هتبقى هجمة خطيرة. لكن محمد صلاح لعبها في السماء. ده بقى محمد صلاح ما يبقى رايق. هي دي اللي عملها في الماتش تقريبا اهي. دي بقى ايه بتاعت الدوري الانجليزي. طبعا تريزيجيه بيتحرك كويس وراح، ولكن سدد على المرمى تسديدة سيئة جدا جدا جدا. والنهارده المنتخب كان محظوظ. اول كورة قلشة من رجل مصطفى محمد، ودي خبطت وراحت جون. مصطفى يعني تريزيجيه شايف الراجل بيرمي نفسه قدام الكورة وبيلعبها فيه برضه. طب اتقل عليه فرشه على الارض وبعدين يلعبها وراه. يلعبها في الزاوية الضيقة. هنا بصوا محمد صلاح، دي بقى حاجات الدوري الانجليزي. هي دي لما بيبقى رايق هيديك. اهو الراجل بيفرش نفسه قدام تريزيجيه وبيلعبها يا جدع. خليه. لكن اصلا تريزيجيه مش بتاع القصص دي. هنا الشناوي عمل ماتش اسطوري، ولكن لازم يديك واحده من بتوع الشناوي. وفي نفس الوقت ما يشيلهاش كلها. علي جبر يعني بطيء جدا يا جماعه. ايه ده؟ ايه ده؟ بصوا علي جبر الراجل اصلا، هو الشناوي لعبها علي جبر، لكن علي جبر ايه عمال ما يرجع او يجي عشان ياخد الكوره. صعب. طبعا كان ممكن تبقى هدف. هنا يعني ايه؟ دي عايز اوريك لما يبقى فيه دفاع كويس وقفه كويسه. محمد حمدي بيدافع ولازق فيه حمدي فتحي، بس حمدي فتحي مش زي زيزو. هنا حمدي فتحي واقف مع محمد حمدي. وبص تريزيجيه فين. يعني الجبهه دي ما كانش فيها اختراقات زي التانية. ليه؟ لان تريزيجيه بيرجع يدافع، هناك ما كانش في حد بيرجع يدافع. في حمدي فتحي هنا كان واقف لازق في محمد حمدي. هنا محمد هاني لعب واحده لتريزيجيه، لو لعبها كعب صح لمصطفى محمد هدف. طبعا زي ما انتم شفتوا الاداء عامل ازاي. انت خدت نقط، 3 نقط، بس انت مش بتبني حاجه لبكره، ولا بتبني فرقه، ولا بتبني اداء. يعني معظم الاداء عشوائي. حتى ماتش جيبوتي عشوائي، فرقه كانت ضعيفه جدا جدا. كان اداء عشوائي بصراحه، سواء النهارده او في ماتش جيبوتي. الاختيارات لا، يعني النهارده اللي يعني من ضمن الاسباب اللي بتغرق الدفاع، منطقه صناعه اللعب، المهاجم، الجناحات. انت عايز تريح محمد صلاح، خلاص لعبه مهاجم وخلي واحد جناح يشتغل جناح. لكن ما تخليش واحد نص ملعب يشتغل جناح، حتى لو هو بيجيد مركز الجناح. ما انت حاطه اصلا نص ملعب. ما حسيتش ان حد بيصنع لعب النهارده. يعني محمد صلاح لما دخل في العمق شويه عمل الهدف.
هو من اول ماتش في العمق، بس لما ابتدى ايه الدنيا تفضى شويه وسيريرون ده عايزه تطلع تهاجم، الدنيا فدت، المساحات ظهرت، لعب محمد صلاح. محمد صلاح في العمق هيوزع لك اسيستات وهدايا، في الجناح بيتحط عليه واحد واثنين بيقف، فاستفيد بيه. وخلي واحد تاني، مصطفى فتحي، زيزو، اللي انت عايزه يا عم، اللي انت عايزه. مش هقول لك لعب حد معين، مش هقول لك، بس خلي محمد صلاح في النص او مهاجم. ودايما في الماتشات اللي بره لازم يكون في ناس في نص الملعب عندها قوه بدنيه. محمد النني في ارسنال هو ما بيلعبش، هقول لك عالمي، مصري وابن بلدنا، عالمي. محمد النني عالمي، بس هو في المنتخب مش بنفس قوه الارسنال، ما بيضغطش. يعني اديكوا شفتوا كذا لعبه في الصور، ثلاثه، حمدي فتحي وزيزو والنني بيبقوا واقفين على لاعب واحد، واللاعب بيلعب اللعبه. في الناحيه بتاعت محمد هاني شفتوا بالصور لاعب واثنين عليه، ومفيش مسانده قويه من زيزو او صلاح. النني حتى يعني كان بيجي كل فين وفين، بس لو النني كمان جه نص الملعب بيبقى استيحه. برضه في لعبه اتلعبت من الحارس لنص ملعب سيليرون، مصطفى محمد ومحمد صلاح وزيزو واقفين ما بيضغطوش، لعبه واحده، لعبه واحده، حتى انفراد، حط المهاجم بتاعهم انفراد، لولا الشناوي طلع كانت هتبقى هدف. بس هو احنا بنقوله ايه، ماتش وراح لحاله، ماتش وراح لحاله. بس اللي مفكر ان منتخب مصر هيعمل حاجه في كاس العالم يبقى غلطان بالمنظر ده. قصه امام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، اطلع قول ايه اللي حصل بالظبط بالظبط، واعمل لهم تحقيق، وعرف الدنيا كلها في ايه، عشان محدش يقول لك مؤامره ومش مؤامره. دي لعيبه اصلا مستهتره، كل واحد فكر خلاص ان هو بقى نجم عالمي. ده انتوا ما عملتوش اي حاجه، ما عملتوش اي حاجه. اللي انا عارفه ان هو يوم المباراه، اللعيبه اللي مش هتلعب المباراه بيبقى فيه تمرين، فهم طلعوا بدري من التمرين، مش عاجبهم يعني. والله انت بقى على اللي بيتقال يعني، التبرير بقى، ده مجهد، ده في مدرب مساعد واقف استأذنه، انا تعبان، انا استأذن. في احترام، المفروض يكون في احترام للمدرب والمساعد المدرب وللمنتخب وللنادي اللي انت جاي منه. لكن طبعا لعيبه على الله حكايتهم، والله لعيبه على الله حكايتهم، كل واحد في دماغه ان انا قفشت كام مليون خلاص، انا كده برنس، انا كده ملك البلد دي. والله انتوا ولا عملتوا اي حاجه، ولا اي حاجه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. شكرا.